قناة السويس مهمة جدا للعالم كله، وكله بيسعى للسيطرة عليها، وعلشان كده الشركة الفرنسية اللي أنشأتها مضت مع الحكومة المصرية عقد امتياز لمدة 99 سنة، يعني إن يكون ليها حق إدارتها والسيطرة عليها. وفي عام 1910 كانت الشركة الفرنسية عايزة تمد الامتياز ده 40 سنة كمان فوق 99 سنة بتوع الامتياز الأولاني اللي كان بينتهي 1968، ويحرموا مصر من سلطتها على القناة اللي في أرضها لحد عام 2008. وهنا كان لازم الحركة الوطنية تتدخل وتنبه الحكومة إن ما ينفعش توافق على مد الامتياز، وإن مصر ملهاش أي مصلحة من الموافقة على مد الامتياز لحد عام 2008. وعلشان ما كانش فيه أي كتاب باللغة العربية يوثق تاريخ القناة في ذلك الوقت، قرر طلعت حرب إنه يكتب كتاب عن قناة السويس يحيط فيه بمسألة القناة كلها، ويوثق فيه فكرة إنشائها عبر التاريخ، ثم خروج الفكرة لحيز التنفيذ في العصر الحديث، وكمان علشان ينشر الوعي العام بخصوص قناة السويس. وبيستشهد في الكتاب ده بحاجات من مذكرات ديليسيبس نفسه. وطبعا كلنا عارفين طلعت حرب وقد ايه هو مهم، وهو اللي أنشأ بنك مصر 1920، وكان ليه إسهامات كبيرة في المجال الاقتصادي المصري في القرن العشرين. وفي آخر الكتاب درس قرار مد امتياز قناة السويس بالأرقام، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك إن مد الامتياز ده لا يعود بالنفع على مصر بأي شكل من الأشكال. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية كتاب قناة السويس لطلعت حرب. نتقابل ان شاء الله في حكاية جديدة.